فهي مش من الشغلانات اللي انت تقدر كده ايه تصحى يوم من اول النهار تخبط على باب مدينة الانتاج تقول لهم والله انا هدور في القنوات جوه، او مفيش حد بينزل اعلان وظائف مذيعين. انا في تشبيه بحبه قوي، عارف لما انت تبقى دخلت قاعة سينما وفي حد شاف ربع ساعة زيادة عنك في الفيلم، فتبدأ انت تسأله هو ايه اللي حصل في الربع ساعة دول. ده بالظبط اللي احنا بنعمله. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن وبالإبداع في مختلف المجالات. بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. في البداية لو انتوا بتسمعونا فتقدروا ان انتوا تعملوا سبسكرايب او تشتركوا في مختلف البلاتفورمز اللي متاح عليها البودكاست: جوجل بودكاست، ابل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، كاست بوكس، وانغامي دلوقتي كمان متاحين عليه. فتقدروا ان انتوا تتابعونا، وياريت تعملوا لايك للحلقة وتشيروها مع صحابكم بحيث انه التفاصيل دي والمعلومات دي كلها تكون متاحة لكل من يهمه الامر. وقت نزول الحلقة هيكون اخيرا والحمد لله معانا الناس اللي لسه مخلصة ثانوية عامة. كلامي النهاردة موجه للناس اللي مستنية النتيجة بتاعتها، وبشكل اكبر وادق الناس اللي شايفها في نفسها موهبة ما بطريقة او باخرى، وعندها الرغبة انها تستغل الموهبة بتاعتها دي وانها تنميها بالدراسة وتخليها فيما بعد مصدر رزق ليها. عشان كده يمكن يعني اعذروني او انا بعتذر مقدما انه رقم 1 الحلقات كمدة هتكون طويلة نسبيا وهتكون مقسمة على اكتر من جزء. واللي ما سمعناش المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كانت زي تمهيد او مقدمة لبداية البودكاست ليميتد سيريس اللي احنا هنبدأها دي دلوقتي، وبالتالي اعذروني. وانا هحاول قدر الامكان انه سواء على صعيد مدة الحلقة نفسها ان هي ما تكونش طويلة بشكل زائد الليمت المحتمل او الحد المحتمل من حضراتكم، وفي نفس الوقت من حيث عدد الحلقات هحاول انه الموضوع يكون مضغوط ومكثف على قد ما نقدر. وعشان كده تسهيلا يعني حابب انه تفاعلكم في الكومنتس يوضح لي والله لا احنا الموضوع ده قتلناه نقاشا او اتكلمنا فيه بالقدر الكافي، مش محتاجين ان احنا نزود فيه. لانه في بعض الاحيان انا على المستوى الشخصي ممكن اكون شايف انه في تفصيلة يعني يجب ان احنا نتعمق فيها جدا ويجب ان احنا نديها وقت مطول في الكلام، والطرف الاخر شايف انه لا والله انا المعلومة او الموضوع وصل لي كامل. وسبب انه الكلام والحوارات دي كتير هو انه انا كنت في الموضع ده بالظبط. يعني انا كنت بالظبط في المكان بتاع حضرتك او حضرتك يا زميلي او يا زميلتي العزيزة اللي عايزين تدخلوا كليات ارتستيك. انا كنت هناك بالظبط والحمد لله خلصت الرحلة دي. فنقدر اننا نشارك مع بعض كده حواديت كتيرة، نقدر نشارك مع بعض تفاصيل كتيرة، اختيارات انا اخترتها غلط كان ممكن اختارها صح، مقترحات اثناء الرحلة او اثناء الاختيار الانسب بالنسبة لحضرتك او لحضرتك. فعشان كده نقدر نقول من هنا بتيجي منطقة كثرة الكلام يعني. وبالتالي ارجو كده انه بعد المقدمة او التمهيد الطويل ده يبقى انا وضعي بالنسبة لكم كويس وما يبقاش في حد منزعج يعني. من وجهة نظري انه هي واحدة مش الازمات، يعني هي من وجهة نظري ترتقي لمرتبة الكوارث في نظامنا التعليمي، وهو انك ما تقدرش تقول بعد ما تبقى خلصت ثانوية عامة بشكل دقيق وبشكل واضح لنفسك حتى ان انت تقول والله انا عايز ادخل كلية كذا، في حالة حتى ان انت ربنا اراد يعني وجبت المجموع. والسبب ورا ده انه مفيش احتكاك كافي من الطلاب في المدارس ولا بالكليات ولا حتى بسوق العمل، بحيث انه الطالب يبقى عارف بالظبط هل هو عايز الحاجة دي فعلا ولا هو متخيل ان هو عايزها. هو الشخص يعني انا كنت لسه حتى بتكلم مع صديق امبارح في الحتة دي او انا ببريبير للحلقة، كان بيقول لي حاجة حلوة جدا. قال لي احنا كنا بنبقى عاوزين متخيلين يعني ان احنا عاوزين نشتغل شغلانة محددة، والشغلانة المحددة دي طب والله انا اقدر اشتغلها
تحققها عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا ادخل الكلية الفلانية. فتدخل اصلا تكتشف انه اغلب الناس اللي بتبقى خريجة الكلية دي ما بتشتغلش الشغلانة اللي انت عايزها، وتبدأ جوه تبدأ علاقات جديدة بمجالات عمل تانية انت ممكن تحبها اكتر، واللي هو بالمناسبة كان نقدر نعتبره جزء من قصتي. وبالتالي تقدر تقول كده انه لو انت مفيش حاجة محددة انت حاببها، ففي قوالب كده اجتماعية، في ناس احنا ما نعرفهمش قعدوا اتفقوا انه دي القوالب اللائقة والقوالب اللي ليها احترام مجتمعي. والله انت راجل خريج علم علوم هتدرس يا طب يا صيدلة، طب بفروعها المختلفة والصيدلة بفروعها، ويا سيدي ماشي علاج طبيعي وبتاع. علوم دي عيب. كذلك علم رياضة، علم رياضة يعني يا هندسة يا حاسبات، يعني لو الدنيا ما زبطتش معاك خالص وعيلتك حتى متحررة جدا ممكن تدخل فنون تطبيقية او فنون جميلة اللي هي بنمارس عليها عنصرية فوفة، يعني حتى اسم الكلية نفسه فيه عنصرية بتمارس ضده يعني. وادبي برضو ما تبقاش فاهم المنطق ده جه منين. انت ادبي كليات قمة، يا سياسة واقتصاد يا ألسن يا اعلام. تسأل ليه؟ ما تعرفش، هي البلد ناقصها مترجمين وصهر. في بقى ناس على الجهة الاخرى، الناس دي بتبقى في تخصصات من ديت سواء علم علوم او ادبي او علم رياضة، وتقرر كده بينها وبين نفسها وتبقى اصلا خايفة تواجه الناس بالحقيقة ديت انه انا عاوز على سبيل المثال ادخل كلية اعلام. ده كارثة، كارثة، مش من باب المبالغة، كارثة اللي هي بيتعمل فيها ايه؟ قعدة عيلة، يعني قاعدة بيتجمع فيها كبارات العيلة لحل أزمة الولد المراهق اللي سابق دوت وقرر ان هو يكسر التابوهات والأصنام اللي وجدنا عليها آبائنا وأجدادنا. انت ازاي بتفكر كده وانت عايز تدخل ده عشان تعمل ايه منه بتاع مش عارفة ايه؟ ولا انت عندك السبيس قوي ان انت تختار، ولا في نفس الوقت انت اصلا برضو عشان نبقى ايه فير مع نفسنا، ولا انت اصلا عندك الكرايتيريا الصحيحة والدقيقة، المعيار، بلاش الكرايتيريا ديت، المعيار او المعايير الاساسية كده او البيزك ستاندرد اللي انت تقدر تقيم عليه والله انا كشخص مقوماتي 1 2 3 وبالتالي التخصص الدراسة الانسب ليا كذا. انت ما تعرفش، انت بتفضل في المدرسة يعني ما تعرف منين، والواقع بره حاجة تانية. وبالمناسبة يعني سبويلر اليرت كده، انت هتفضل برضو في الجامعة، الواقع بعدها حاجة تانية برضو. انت ما عندكش الحاجة اللي تقيم بها الموضوع بشكل دقيق، وبالتالي لو جيت تسأل صحابك عاوزين تدخلوا كلية ايه، هتلاقي الرد والإجابات كلها إما من منطقة القوالب السابق ذكرها أو من الحاجات اللي هي بمنطق حزلقوم. يعني أنا حاسس إن أنا ممكن أطلع بعرف الحاجات اللي أنا متخيل إن أنا بحبها. وفي ناس فعلا بتكون حابة ده بتبقى عندها فعلا معايير هي قعدت تحدد كده على اساسها انا ليه اختار الكلية دي. وفي ناس تانية، ودول اسمحوا لي ان انا استخدم لفظ الاغلبية او الفئة الاكبر من الناس، دول اللي بيكتشفوا في سنة تالتة هو احنا عملنا ايه، احنا ايه اللي احنا عملناه في نفسنا ده، ويبدأوا بقى يسمعوا فات الميعاد كتير. يعني انت دلوقتي ممكن تكون شايف انه انت اصلا اوريدي متوتر واوريدي مضغوط وانت قاعد مستني النتيجة، فانت شايف ان انا بحيرك. برضو هو الموضوع ما فيهوش حيرة. وانا اللي احنا هنعمله النهاردة او اللي احنا هنعمله على مدار السلسلة الجاية، انه انا في تشبيه بحبه قوي. عارف لما انت تبقى دخلت قاعة سينما وفي حد شاف ربع ساعة زيادة عنك في الفيلم، فتبدأ انت تسأله هو ايه اللي حصل في الربع ساعة دول؟ ده بالظبط اللي احنا بنعمله. وبرضو توضيحا، انا لا املك الحقيقة الكاملة. يعني انا في النهاية، واي حد في الدنيا يا صديقي ويا صديقتي اللي لسه مخلصين امتحانات، احنا نملك تجربتنا الشخصية اللي انا اقدر اني اشاركها معاك او معاكي، وانت تسلكت من تجربة خالد، تجربة اكس، تجربة واي، تجربة زد، وتختار الحاجة الموست فيتنج او الاكثر مناسبة ليك ولظروفك ولقدراتك وللخطط اللي انت عاوز تعملها قدام. ولكن اهم حاجة يعني خليك فير ومنصف وامين مع نفسك. دي كلمة واحدة يعني تلخص الموضوع كله. الكليات اللي هي
احنا كنا عمالين دلوقتي نشير للكليات الارتستيك اللي في ناس عايزة تدخل. دي كليات كتيرة بس نقدر يعني نحدها كده في شوية فروع. كلية الإعلام ومعاهد الفنون اللي موجودة في أكاديمية الفنون، ويعني فنون تطبيقية وفنون جميلة، والحاجات دي كلها تعتبر لها قدر من الرونق شوية يعني، وكده كده انت بتطلع منها باشمهندس، فبرضو او يعني في بعض الأحيان الناس بتعديها لك يعني. لكن كلامنا هيكون بالأساس، وهقول لكم ليه كلامنا بالأساس خلال السلسلة دي هيكون على أو موجه للناس اللي عايزة تدخل كلية الإعلام لأكتر من سبب. أولا لأنه معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية والأكاديمية أكاديمية الفنون بشكل عام، تقدر تقول إنه دخول الكلية او دخول المعهد ده، وهي اسمها معهد لانه عدد الدفعة او عدد الافراد المنتسبين او المنتمين للدفعة يعني بيكون عدد محدود، فعشان كده بيطلق عليها معهد يعني، وده مش انتقاصا من المكان. ومش بقول ده للناس اللي فاهمة، انا بقول ده للناس اللي حاسة ان انا ايه ده انا هدخل معهد، فلا هو بس ده سبب التسمية يعني. دخول الاماكن ديت من حيث تعقيد ان انت او صعوبة ان انت تدخل معهد السينما او معهد الفنون المسرحية بالمقارنة بالبنفت او القيمة اللي انت بتاخدها غير مجدية. تقدر تقول انه اللي بيبقوا متقدمين ليها، انا مش حابب ان انا اقعد اتطرق لفكرة اصل الواسطة واصل الحاجات دي كلها، هي دلوقتي من ساعة ما بقت ريكومنديشن خلاص يعني بقت ايه سموث اكتر، واحنا بنحب الكلام الانجليزي بيسهل لنا. ريكومنديشن ليتر اللي هو كان كارت توصية، هو نفس الموضوع. فالريكومنديشن ده اللي انت بتدخل بيه بيخلي الناس اللي بتدخل عددها ضخم جدا، بتتقدم الناس بتبقى بالالاف، ده رقم حقيقي، بتبقى في كتير من الاحيان بالالاف، والناس اللي بتقبل في النهاية بتكون عدد محدود جدا. احنا بنتكلم ساعتها على يعني اقل من 20 واحد يعني، حاجة محدودة للليميت ده. وانا فاكر بالمناسبة كانت من المواقف اللي كان دمها خفيف جدا، انا كنت رايح مرة معهد السينما بعمل حاجة، وبعدين قابلت واحدة يعني صديقة هناك، فلقيتها واقفة مع حد او واقفة هي وجروب مع حد واضح ان هو دكتور او حاجة كده، وقاعدين بيتكلموا معاه، وبعدين قالت لي طب يلا انا خلصنا يلا نقف نتكلم، واحنا قاعدين بنتكلم تقول لي معلش ان انا اتأخرت عليك اصل دي كانت محاضرة. فده موقف حدث بالفعل يعني، وفهمت فعلا انه في كتير من محاضراتهم بياخدوها على الواقف كده، بتبقى عبارة عن ملاحظات بس الدكتور بيجي يديها على مشروع او حاجة هم عاملين. بالاضافة لحاجة تانية اصلا انه بعض اقسام المعاهد دي انت اصلا ما ينفعش تدخلها بعد الثانوية العامة على طول يعني. انت عشان تدخل، انا كنت في الاول يعني عايز ادخل معهد سينما قسم سيناريو، وبعدين رحت اتقدم بالورق بتاعي فعلا، فلقيت انه لا انت عشان تدخلها لازم تكون مخلص كلية يعني. ما حسيتش انه اللي انا بقى هاخده من ده كله كان ذات بريشس او على هذا القدر من القيمة. زمان يمكن كان الموضوع مجزي الى حد كبير، عشان انت كنت عشان اصلا تصور سينما محتاج كاميرات بتصور بخام كاميرات السينما، وبتحتاج معامل المونتاج عشان تحمض فيها الخام دوت وتمنتج هناك. دلوقتي الموضوع كله ديجيتال، لدرجة انه انت بقى كتير من الاحيان تبقى نازل اعلان او نازل شغل يعني بتعمله، وتلاقي الدي او بي واحد خريج تجارة مثلا وشغال، والراجل شاطر جدا، والراجل يعني ما تحسش ان هو مش فاهم، بل بالعكس في كتير من الاحيان ممكن يبقى اشطر من ناس خريجي معهد، ولا ينتقص من المعهد ولا يضيف له قيمة يعني. هي في النهاية الموضوع كله بيبقى قائم عليك انت، وعلى انت مش يعني دي من الحاجات اللي خلونا نحرقها كده بدري. الفكرة مش ان انت هتدخل كلية ايه، الفكرة انت هتعمل ايه من الكلية دي. ونقطة كمان هتخليني اكتر حابب ان انا اركز كلامي على كلية الاعلام، هو انه انا اصلا خريج كلية الاعلام جامعة القاهرة، شعبة لغة انجليزية، قسم اذاعة وتلفزيون. وقسم ده يعني ما تقدرش ان انت تصدق عليه قوي ان هو قسم اذاعة وتلفزيون، لانه احنا كنا بندرس برضو يعني حاجات زي ميجر وماينر وحاجات كده، بس يعني مور فليكسبل ومور سيلكتيف او اختيارية اكتر يعني. انت مش ستك او مش ملتزم بس بمواد التخصص يعني، انت تقدر ان
ان انت كنت تسلكت مواد ادفرتايزنج، مواد راديو ان تي في، مواد جورناليزم وات ايفر يعني. وبالتالي املك التجربة واملك المعلومة العملية، مش معلومة نظرية. انا ممكن اقدر احكي لك عن معهد السينما، واقدر ان احنا ندردش مع بعض، ولكن هتكون الى حد كبير معلومات نظرية، وانا مش حابب انه والله البودكاست يبقى مبني على معلومات نظرية. انا في النهاية هنا بحكي لك تجارب عملية انا خضتها بنفسي وانفعلت بيها وبالمشاعر بتاعتها، فاقدر ان انا انقلها لك باكبر قدر من الامانة يعني. نيجي بقى للكلام الموجه للناس اللي عايزة تدخل كلية الاعلام. في سؤال مهم جدا 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 محتاج ان انت او انتي تسألوه لنفسكوا بكل امانة وبكل صدق. انت ليه عايز تدخل كلية الاعلام؟ او انتي ليه عايزة تدخلي كلية الاعلام؟ لو اجابتك او اجابتك انه انا عايز اكون مذيع او عايز اكون مذيعة او مذيع، فهيكون ردي ليك انه شكرا، لا ما تدخلهاش، ادخل كلية تانية. ده سببه ايه؟ ده انه انت الاول محتاج معلش نسأل بعض سؤال كده. انت ايه مفهومك عن كلمة مذيع ديت؟ ما احنا بقى كنا بنتكلم انه والله الشخص اصلا ما بيبقاش عنده مفاهيم واضحة يقدر انه يقرر منها والله فعلا ده اختياري الانسب ولا لا. مفهومك الاول ايه عن كلمة مذيع؟ المذيع اللي هو استاذ عمرو اديب، استاذة منى الشاذلي، استاذ ابراهيم عيسى وباقي المجموعة من السادة الاساتذة، ولا تقصد البنات اللطيفة الجميلة والشباب المنشي اللي لابس بدلة وعامل شعره سشوار وبيطلعوا في قنوات الاخبار؟ يعني دول حاجتين مالهمش تقريبا دعوة ببعض، ومفيش هيراركي او تدرجية تخليك تبقى ده وبعدين تبقى ده. يعني هو الموضوع برضو ليه معايير تانية هنبقى نتكلم فيها. انا شخصيا يعني ما اعتقدش ان انت حابب، لو انت يعني فاهم صح، مش ما اعتقدش ان انت او انت هتكونوا حابين تبقوا مذيعي اخبار. انت ممكن تبقى فاكر ده، لكن انت محتاج تتأكد. يعني مع كامل تقديري لمذيع الاخبار، فهو شخص بالظبط شغلانته انه راجل بيلبس شيك جدا، وراجل بيبقى عامل شعر وبيقعد على الكرسي يراجع، وحتى لو هو محضر يعني الاخبار دي، ولكن بيقعد يقرأ الاخبار بتنزله على يعني حاجة اشبه بشاشة سوداء، حاجة اسمها اوتو كيو. كلام بينزله هو بيقرأه بإلقاء بلغة منضبطة بوقفات صحيحة في الكلام، يستقبل مداخلة، يتفاعل مع المداخلة، يطرح سؤال. وده برضو بتبقى مرحلة يعني شبه متقدمة جدا يعني بتعملها قدام، لكن انت في الاول بتبقى شغال موجز بتاع الخبر بينزل قدامك وقد صرح سيادته ان مش عارفة ايه، وتلاقي الشباب بقى بيبدأوا ودي نماذج انا كنت بقابلها كتير. تلاقي الشباب يبقوا حتى في ناس منهم بيبدأوا يدخنوا عشان صوتهم يتخن يعني. حدث بالفعل، مش يعني كان في حد بسأله انت بتدخن ليه؟ يقول لي عشان ابقى صوتي تخين، عشان عايز ابقى مذيع اخبار. ويعني ده اللي بيبقى الاداء العام، ما بيبقاش فيه ذاتية، ما بتبقاش انت لك البصمة الواضحة، البصمة بتاعتك، فانت بتبقى فاهم غلط يعني. حتى برضو في ناس تانية بتبقى، دي يمكن في البنات اكتر، بتبقى مبسوطة ان هي كل يوم كده بيتحط لها فول ميك اب وبتلبس لبس جميل وشيك ولطيف يعني. قمة الزهو في الشغلانة دي بتبقى اول يومين لما تنزل صورتك وانت قاعد على ديسك القناة الاخبارية المصرية الجميلة، وتتصور كده وصحابك يشيروا الستوري الخبرية بتاعتك ويقولوا فلان او فلانة اللي مسيطنا we are proud، ويا نجم او يا نجمة وما تبقوش تنسونا، والكلام اللذيذ ده كله. بعد يوم 2 هما مستحيل هما بيفتحوا ممكن يفتحوا القناة عشان عايزين يشوفوا صاحبهم اول يوم او يومين، ولكن بعد كده انا ما اعتقدش ان اهاليهم نفسهم بيبدأوا يبصوا حتى على الاخبار اللي هما بيقولوها. زي ما قلت، هو ده لا ينتقص من الشخص اللي بيمتهن المهنة دي، ولكن اللي اقصده انه الى حد كبير هي تعتبر مهنة مملة. بمعنى برضو ادق اكتر، ما تقدرش تقول انها تعتبر مهنة الاحلام التي يسعى لها والتي يقطع لها او تقطع لها الاميال يعني. لا، الموضوع برضو
مش ما يعتبرش اتراكتيف زي ما انت ممكن تكون فاكره. بجانب انه المهارات اللي مطلوبة فيه مهارات تعتبر محدودة جدا، وتقدر ان انت تلمها في كورس في اكاديمي او في حتة نظيفة ومعتمدة تقدر ان انت تتعلم فيه، لان انت كل مقوماتك اللي انت بتكون محتاجها ساعتها مخارج الفاظ، ودي تقدر ان انت تشتغل عليها، قواعد لغوية، وقفات، مبادئ لغة الجسد ومبادئ الإلقاء. ودي بالمناسبة مش كلها، انت تقريبا نادرا ما بتدرس حاجات منهم في كلية إعلام. انت بتدرس عربي، بتدرس يعني هندخل جوه لما نتكلم يعني في كلية إعلام اكتر، بس انت حتى بتدرس عربي، بتدرس احيانا بعض القواعد اللغوية، وده مش دايما يعني. في انت وحظك يعني، ممكن يبقى الدكتور المنهج بتاعه السنة دي او الدكتور اللي جاي من دار علوم السنة دي قرر انه هيدرس الموضوع ده، وممكن ما يبقاش مختار انه يدرس اي حاجة من الحاجات اللي هتفيدك كمذيع او كمذيعة، والباقي انت بتقعد تتمرن على شوية الحاجات دي، وباقي التفاصيل بتتلم في الاير بيس. وبالمناسبة كده انت لو لقيت الشخص اللي هيدخلك القناة، كده في القناة نفسها بيدولك ورش تدريبية، وبيبقى فيه شخص راجل كبارة كده، يعني مش حابب اقول اسامي ناس لو هي مش حابة يعني، بس بيبقى راجل دكتور كده من دار علوم، من مجمع اللغة العربية، وبيبقى هو مسؤول عن تدريب المذيعين لغويا، وناس من اساتذة الاذاعة القدام او بيبقوا بيدربوا القاء. وبقول لك هنا لو لقيت او لقيتي الشخص اللي يدخلكوا، لانه برضو من ضمن الحاجات اللي انت ما بتبقاش عارفها انه انت عشان تدخل، او ما فيش حد بينزل اعلان وظائف مذيعين، برضو دي ايه تبقى انت فاهم. القنوات يعني المصرية اللي هي موجودة يعني بدون ذكر اسماء، ما فيش قناة منهم بتنزل اعلان وظيفة لمطلوب مذيعين، ما بيبقاش ده اللي بيحصل. وافتكر حصلت اللي انا عاصرته يعني، حصلت مرة واحدة في احدى القنوات وتقدم ليهم حوالي 30,000، وفي الاخر يعني اللي من 30,000 دول اللي قبل منهم احنا بنتكلم في 5. القنوات الاخبارية مش بتنزل اعلانات لانه مطلوب مذيعين، وعشان اصلا تدخل مدينة الانتاج الاعلامي فانت محتاج تصريح من حد جوه ان انت تدخل. فهي مش من الشغلانات اللي انت تقدر كده ايه تصحى يوم من اول النهار تخبط على باب مدينة الانتاج تقول لهم والله انا هدور في القنوات جوه. والله ممكن تعرف بقى تعمل الحركة دي لو انت ايه الصدفة خليتك يعني لسبب قدري كده دخلت من بوابة المدينة، تبدأ ان انت تسعى وتخبط على الناس وبتاع مش عارفة ايه. وكده اصلا اللي انا عمال اتكلم فيه ده كله ده مش جذاب لشاب او بنت عندهم 18 او 19 سنة دلوقتي يعني. انا ما اعتقدش انه في حد ايه منهم هيبقى حابب ده. وحتى لو دخلت فهتلاقي معاك في الصف حتة بقى اللي هي ايه، طب انا ادخل كلية عشان دي هتكون اكيد برضو يعني هستفيد منها حاجة. هتدخل هتلاقي معاك، ودي برضو كيسز يعني كيسز اعرفها شخصيا، هتلاقي معاك خريجين تجارة وخريجين سياحة وفنادق، وهم بالمناسبة من النماذج دي شغالين في اكبر قنوات في مصر دلوقتي، وده بدون ذكر اسماء برضو. ومش عارف ليه دلوقتي بقى تملكتني رغبة ان انا ابقى كبير زي الاستاذة مريم فخر الدين، واقعد بقى اقول الاسماء واحكي حاجات واقول بقى انتوا عارفين الواد ده كان بيشيل شنطة فلان وبيقعد يتحايل عليه وبيقعد يسخن له العربية وحاجات كده. في قصص كتير كده ان شاء الله لما الواحد ايه يعجز ويخرف يبقى يقعد يحكي. وبالمناسبة في من الناس ديت ناس كويسة مهنيا جدا وناس شاطرة، واستغلت مش الواسطة الريكومنديشن اللي، لان هي بقت بتطلب على فكرة كده يعني، هي بقت بتطلب بوش كده يعني، انا محتاج او عايزك تجيب لي ريكومنديشن من حد، بقت بتتقال بهذا القدر من المباشرة يعني. كل الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده من حيث قارئي النشر. لو انت تقصد بقى عايز تبقى زي الاستاذ عمرو اديب، استاذ لميس الحديدي، استاذ ابراهيم عيسى، استاذة منى الشاذلي، وباقي الاساتذه دول، فحابب اقول لك انه دي عمليه اعقد من انه كليه تكون السبب فيها. دي عمليه عامه بيبقى لها حسابات تانية تماما، حسابات سياسيه، حسابات اعلانيه، حسابات اقتصاديه، علاقات، منتجين، رعاه. وبالمناسبه لو انت جيت قلت لي طب انا ممكن احتاج المعايير الاعلاميه ومعايير الصحفي التلفزيوني، ودي هكتسبها اكيد من كليه الاعلام، عايز اقول لحضرتك انه تقريبا الوحيد اللي
وبالتالي ملتزم بالمعايير الإعلامية للصحفي التلفزيوني، اللي هي معايير يعني محدش ملتزم بيها أصلا في العالم، أو أغلب المؤسسات في العالم ما بتلتزمش بيها بهذا القدر من الحدة. يعني هو في مصر الأكثر التزاما ده أستاذ شريف عامر، وبالمناسبة هو خريج سياحة وفنادق، وبالتالي تقدر تقول انه دخولك لكلية الاعلام ملوش اي علاقة برغبتك ان انت تكون مذيع. وانا شخصيا ما اقصدش اني اتريق على الشخص اللي حلمه يكون مذيع. بالمناسبة انا دخلت كلية الاعلام، او اللحظة الاولى اللي انا دخلت فيها كلية الاعلام كانت لهذا السبب، ان انا كان عندي الرغبة او كان عندي التصور انه في رغبة ان انا اكون مذيع لما دخلت. ومع اول ترم في الكلية اكتشفت انه ممكن دي اللي حسيتها في مقوماتي الشخصية، انه في حاجات اكثر امتاعا بكتير جدا من ان انا اقعد اقرأ قوالب خبرية جافة من على شاشة سوداء، او حتى ان انا اكون مراسل، لانه انا اكتشفت ان انا شخص مش بحب الفرهدة. وبرضو حتة ان انا اكون مراسل دي اكتشفت ان هي برضو ملهاش اي علاقة بكلية اعلام، وده اتأكد لي لما قابلت مراسل خريج معهد هندسي قسم خرسانة يعني. ودول والله العظيم التخصصات دي كلها او الكيس اللي بقولها دي والله العظيم كيسز حقيقية يعني، بس عشان ما حدش جوه عارف فيه اللي بيحصل يعني، بس دي كيسز حقيقية. وحسيت ان انا لو عاوز اكون في موضع مش بقى المذيع ولكن في موضع المتحدث، ان انا اقعد اشير مع الناس فكرة، اشير مع الناس وجهة نظري في حاجة، اشير مع الناس تجارب في حاجة، فالديجيتال ميديا بتتيح لي ان انا اقدر اعمل ده بشكل فيه مرونة، بشكل فيه الانطلاقة اللي انا عايزها، بدون بقى قيود اعلانية وقيود تحريرية. كده كده انت بتحط فلاتر لنفسك عشان ما توديش نفسك في داهية، سواء بقى ديجيتال او في التلفزيون، وتبقى براحتك يعني. طيب انت دلوقتي تقريبا بقالك نص ساعة عمال تحكي لي حاجات وتوديني وتجيبني. انا دلوقتي عايز اعرف ادخل كلية اعلام ولا ما ادخلش كلية اعلام. انا احب اقول لك حاجة واحدة، بما ان انا طولت عليك فممكن نكتفي بهذا القدر النهاردة وتستناني المرة الجاية، ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا اقولها لك انه سواء ربنا اراد وجبت مجموع الكلية دي، او ربنا كان له حكمة تانية وانت ما جبتش المجموع بتاع الكلية دي، عايز اقولك انه انت مش هيفوتك حاجة قوي. مش هيفوتك حاجة ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه المرة الجاية. ارجو ان احنا النهاردة ما نبقاش طولنا عليكم، وارجو انه الكلام اللي اتقال كان يبقى مفيد وبدأ يوضح جزء من الصورة. لسه محتاجين اننا نتكلم في تفاصيل كتيرة، ولكن ارجو انه اللي اتقال لحد دلوقتي يبقى حقق الغرض المرجو منه. وتقدروا ان انتوا تشاروا الحلقة لو هي عجبتكم، تشيروها مع الناس اللي ما تعرفناش، والناس اللي انترستد او مهتمة او عندها الرغبة او شايفة انه دخولها الكلية ده هيكون بمثابة انطلاق الحلم بتاعها. تقدروا ان انتوا تشاروا الحلقة معاها، ولو انتوا شايفين انه في قيمة بتقدم في الكلام اللي احنا بنقوله ده، تقدروا ان انتوا تعملوا لايك للحلقة، تعملوا سبسكرايب للقناة، تقدروا تتابعونا على مختلف منصات بودكاستنج. والحمد لله احنا دلوقتي تقريبا موجودين على almost كل المنصات، تقدروا تتابعونا من خلالها وتستنونا المرة الجاية، وهنبدأ نعرف انه ازاي مش هيبقى فاتني حاجة. واسئلة زي هو ايه طبيعة كلية اعلام، هو ايه اللي بيتدرس في كلية اعلام، انا اقدر اطلع ايه من كلية اعلام، وهل دخولي لكلية الاعلام اصلا حاجة مفيدة ولا لا. اشكركم جدا، ونتقابل الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.